السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعين الأوفياء. عودة ماكسيم خليل إلى سوريا بعد غياب 12 عاما إثر سقوط النظام. عاد الممثل السوري ماكسيم خليل إلى وطنه سوريا بعد غياب استمر 12 عاما، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد. ولحظة عودته كانت مليئة بالمشاعر، حيث تم تداول مقاطع فيديو وصور توثق لحظات وصوله إلى دمشق. وظهر أيضا ماكسيم خليل متأثرا بشكل واضح ومعبرا عن سعادته بالعودة إلى بلده الأم بعد سنوات من الغياب الطويل. ووفقا لما تم تداوله، فإن عودته جاءت في ظل التغيرات السياسية الجديدة في البلاد، مع وسط ترحيب شعبي واسع من جمهوره ومحبيه الذين تابعوا مسيرته الفنية طوال فترة وجوده خارج البلاد. ماكسيم خليل كان من بين أبرز الفنانين الذين أعلنوا موقفهم المعارض للنظام، مما اضطره إلى الابتعاد عن سوريا طيلة تلك السنوات الماضية. وتأتي هذه العودة بعد إعلان نقابة الفنانين السوريين عن إعادة جميع الفنانين المفصولين خلال فترة حكم النظام السابق إلى سجلاتها، مما سمح لهم بمزاولة نشاطهم الفني داخل البلاد. وأيضا عودة كافة الفنانين المفصولين في عهد بشار الأسد. محسن غازي نقيب الفنانين السوري يعلن اليوم إعادة جميع الفنانين المفصولين خلال حكم نظام الأسد المنتهي عن خلفية معارضتهم للنظام. سيشمل القرار الجديد مشاهير سوريين، ومنهم جمال سليمان ويارا صبري وسامر المصري ورامي حنة وعبد الحكيم قطيفان ومحمد آل رشي وعزة البحر ومكسيم خليل ومازن ناطور وأصالة نصري، وبالإضافة إلى آخرين، حيث سيعودون للنشاط الفني في بلادهم. فهذا الخبر مفرح، فبعد الضجة الكبيرة وبعد الغياب عن بلدهم الأم لمدة سنوات، لمدة حكم بشار الأسد، فهذا الخبر كان مفرح لجميع الفنانين الذين كانوا معارضين لبشار الأسد.